واش الترند ولا الايفرغرين ولا الايفنتس، شكون اللي خدام باش غادي نبدا؟ هادشي كامل غادي نجاوبو عليه، والاجابه غادي تفاجئك وغادي تستافد منها ان شاء الله. معاك الياس في بي او دي باي بيزارد في فيديو جديد في الكونسيبت نتاع 30 يوم في رمضان. كل نهار فيديو، كل نهار افاده اللي غادي تزيد بيك للقدام في الجورني ديالك في البي او دي وفي اي بلاتفورم كتخدم عليها. شنو هو الترند والايفنت نيشز؟ هاد جوج تيرمز ولا جوج مصطلحات تقريبا قراف بعضياتهم في التعريف ديالو. اول حاجه انه الضمون ديالو كيكون شورت، كيكون عليهم الطلب في واحد لا بيريود معينه. زائد سيزونيال، انه كيكون عندهم واحد الوقيته محدده اللي كيكون عليها الضموند بزاف. زائد تايمد ايموشنز، وهي مشاعر موقوته، انه فاش كتوصل ديك لا بيريود كتكون هذوك المشاعر الجياشه تجاه داك الايفنت. بحال رمضان اللي هنايا فيه كتلقى كلشي كيستعد ليه قبل ما كيدخل رمضان، كلشي كيتقدى اي حاجه متعلقه برمضان، وفاش كيوصل رمضان كلشي كيتقدى داكشي اللي متعلق برمضان، والمشاعر نتاع الانسان كتكون موجهه تجاه رمضان. دونك الحاجه اللي كتكون دايره طوندونس، الحاجه اللي عليها الدوموند في واحد الوقيته موجزه ولا قصيره، وكذلك كيكون عليها واحد المشاعر موقوته تجاه داك الحدث ولا تجاه داك الايفنت اللي كيكون عليه طلب. دونك النتيجه اول حاجه كتكون فاست ماني، اللي هي واحد الفلوس سريعه ولكن نافذه ضيقه، انه فاش كيسالي داك الايفنت ولا داك الحدث ولا ديك الحاجه اللي دايره طوندونس في ديك لا بيريود، المبيعات ديالها كيطيحوا، الطلب كيقل، كلشي كيولي ما عليهش طلب، والانسان كيولي صافي دوك المشاعر ما كيبقاوش. دونك كيشوف حاجه اخرى اللي كيولي كيركز عليها وكيوجد ليها. طبيعه الحال هو عيد الاضحى، فاش كيسالي رمضان كيولي الانسان كيوجد لعيد الاضحى اللي كتكون باقي ليه تقريبا واحد شهرين ولا شهرين ونص باش يوجد عاوتاني العيد الاضحى، باش انه يعيش الحدث بالمشاعر ديالو وبالضموند ديالو وبال لي برودوي اللي متعلقين بداك الحدث. وبحال مثلا كما قلت لكم رمضان كندخلو كنديرو رمضان شورتس، واللي عنده علاقه ترند والايفنتس نيشز. علاش ترندز؟ ترندز كيكون فيهم مثلا واحد لي فخاز اللي كيكونوا متعلقين بديك لا بيريود، وكذلك كيكون دايره ضجه في واحد لا بيريود معينه. مثلا كنشوفوا هاد الكوت هادي اللي كنلقاو هنايا انه مكتوب فيها نو نوت ايفن واتر هاشتاغ رمضان، متعلقه 100% برمضان، كتبيع غير في رمضان، ما يمكنش انها تبيع خارج رمضان. كذلك هنايا سمايل اتيز رمضان، كذلك هنايا هاد الكوت هادي غادي تخدم مزيان في رمضان حيت عندها علاقه برمضان. وهنايا كما كنشوفوا هاد الايديا هادي اللي عندها علاقه برمضان كذلك، اللي هي رمضان موست بليست ماوث، اللي هو واحد الشهر كريم مبارك. واللي كنشوفوه هنايا في التكست ديالنا كتلقى لي زيليمون اللي متعلقين برمضان: القرآن، العائلة، الصلاة، المسجد، اكسيتيرا. وهنا كنشوفوا الايديا انه مكتوبه بالكلافي لاتيني وكذلك الكلافي العربي. رمضان مبارك مكتوبه عاوتاني رمضان مبارك، بيع ب 15.90 والريفيوز 10. وهنايا كما كنشوفوا اي حاجه هنايا متعلقه برمضان. دونك راه حتى رمضان واحد النيش اللي نقدروا نخدموا عليه، حيت كاينين الناس باغيين يعيشوا هذا الحدث هذا بالايموشنز ديالو. زائد كيعبروا على الهويه ديالهم واللي هي الاسلام، وانهم كيصوموا رمضان وفاش في الماركت نتاع امريكا اليو اس اي. وكذلك تقدر تخدم على لي مارشي الاخرين اللي عندهم واحد النسبه كبيره ديال المسلمين، بحال فرنسا، اسبانيا، المانيا، وكتشوف واش داك الحدث مطلوب في دوك الدول وكتخدم عليهم وكتلقى الديزاينات اللي كيعبروا على الايموشنز وكيعبروا على الهويه كذلك. وهكا غادي تجيب واحد المبيعات، وغادي تجيب وغادي تدخل فلوس بطريقه سريعه، ولكن ماشي دايمين.
شورت ويندو، واحد النافذه ضيقه، واحد البيريود معينه هي فاش كيكونوا المبيعات، ومن بعد كيهبطوا المبيعات لتحت وكيمشيو لايفنت اخر. ومن النصائح اللي نقدر ننصحك بهم انه اي ايفنت من الاحسن تدخل عليه شهرين قبل الا كنتي من التير 100 للفوق. اما التيرات اللي هابطين فكنصحك بشهر قبل، وكتوجد ليه كتقاد ليه ديزاينات مزيانين، حيت البيع كيكون كيبدا قبل من الايفنت. كيف عيد الاضحى، انه بنادم ماشي حتى النهار نتاع عيد الاضحى عاد كيشري الخروف، عاد كيشري الحوايج، عاد كيشري الاغراض المتعلقه بعيد الاضحى، وانما راه كيشري قبل من عيد الاضحى ب 15 يوم، بشهر. كل واحد والمقدوريه ديالو، كل واحد وكيفاش كيوجد لذاك الحدث، وكيفاش كيعبر على المشاعر ديالو في ذاك الحدث. ندوزو للايفرغرين. الايفرغرين هو عبارة على شجرة الارز. شجرة الارز او الصنوبر ولا شنو نقدروا نسميوها، انه كتبقى على طول السنة خضراء. داكشي علاش كنعطيو هاد التيرم ولا المصطلح نتاع الايفرغرين، انه واحد الحاجة كتباع طول السنة، عليها الضموند على طول السنة، ما عندهاش واحد الوقيته محدده. داكشي باش كنسميوها لونغ تيرم دوموند، انه عليها الطلب في واحد المده طويله. مثلا الحوايج اللي عليهم الهويه ديالك، مثلا في الدروس السابقه هضرنا على الكاتس، الهويه نتاع الناس اللي عزاز عليهم القطط، والناس اللي كيمتلكوا القطط، هذه واحد الهويه. وهذا النيش نتاع القطط هو ايفرغرين، عليه طلب على طول السنة، ما كيكونش غير في واحد الوقيته محددة. ومن غير القطط والهوية كيكونوا المهن، كيكونوا الهوبيز ولا الهوايات، وكذلك الأدوار نتاع العائلة. مثلا التيشيرتات اللي عندهم علاقة بالأمومة، اللي عندهم علاقة بالأم، اللي عندهم علاقة بالأخت، الأخ، الاب، الجد، الجده، العم، العمه، الخال، الخاله. كتلقى بزاف هاد الافكار كاينين وعليهم الطلب، وكيتقداهم بنادم على طول السنه. ولكن النتيجه سلو ماني، ولكن كونستانت سيلز. كتلقى فلوس كتدخل ثقيله، ولكن كونستانت سيلز كتلقاها مستمره ومستقره. وكذلك مع الوقت ومع لي بيريود كتلقى المبيعات كيقدروا انهم يتزادوا، وديما كل شهر كتلقى مبيعات في داك النيش، حيت عليه طلب الونغ تيرم. تلقى ديما باغي شي واحد داك النيش، باغي شي واحد داك البروداكت. ولا مثلا البيرد دايز، كتلقى كلشي كيحتفل بعيد الميلاد ديالو، دونك كيبغي واحد التيشيرت اللي كيعبر على الهوية ديالو، كيعبر على لي سونتيمون نتاعو، المشاعر ديالو في ديك لا بيريود. كاين بزاف د الناس مزيودين في شهر جوج، كاين بزاف د الناس مزيودين في شهر ثلاثة وشهر 12 وشهر 11، وكتلقى على هاد الايدياز هادو طلب. البيرثدي كنعتبروه واحد النيش اللي ايفرغرين، وإلا بغيتي تردو ايفنت كتختار واحد الشهر معين وكتخدم على الكود نتاع داك الشهر. وإلا بغيتي تخدم على 2026 كتخدم على 2026 كامله. اي واحد يقدر يلبس داك التيشيرت ولا داك البروداكت كيعبر على الهويه ديالو وعلى العواطف ديالو، واخا ما نعرف شنو هي هذيك الوقيته. مول شهر 7 كيلبس التيشيرت كيعبر عليه، مول شهر 9 كيلبس التيشيرت كيعبر عليه. وكما قلت لكم نعطيو امثله برمضان. كنشوفوا انه رمضان مثلا في الزاويه ديال الايفنتس والترندز كنخدموا على مثلا الكوتس اللي متعلقين بديك لا بيريود، كذلك جوكس مثلا النكات اللي كيكونوا في ديك الوقيته، والجمل اللي متعلقه برمضان الكريم. ولا بغينا نحولوا رمضان انه نردوه من الزاويه ديال الايفرغرين، انه نقدروا نقادوا واحد البرودوي يخدم لنا في لا بيريود ديال رمضان وفي الشهور الماجيين، كنحولوا الزاويه ديالنا انه نخدموا مثلا على الايدونتيتي نتاع المسلم، البراود ايدونتيتي مسلم. كذلك نقدروا انه نقدوا واحد الديزاينات اللي عندهم الفاميلي فاليوز للناس اللي معتنقين الدين الاسلامي، الكوتس ولا لي فراز اللي متعلقين بالايمان نتاع هاد
النوعيه ديال الناس وديال الهويه نتاع هاد الناس هادو، واللي ما متعلقينش هاد الكوتس ولا هاد الحوايج هادو غير بلا بيريود ديال رمضان، ولكن متعلقين على طول الحياة وعلى طول الأشهر الماجية ولا السابقة. دابا ندوزو الناس المبتدئة شنو خاصهم يسبقوا، وأغلب الناس المبتدئة من الأحسن أنهم يسبقوا الإيفر جرين، الحاجة اللي كتخدم على طول السنة. علاش؟ ثلاثة ديال النقاط اللي مهمين. أول حاجة الضغط، ما كيكونش أنك تقدر تخدم على داك الديزاين ديالك بواحد الطريقه اللي مزيانه وتقلب مزيان ودير الريسيرش ديالك باريحيه بدون ضغوطات. كذلك كتعطي لراسك الوقت باش تزيد تعلم الدومين تاع البي او دي، وتعطي لراسك المجال ديال الخطا باش تتعلم منه، وكذلك كتعلم الاساسيات نتاع الدومين. كشي باش من الاحسن انه البيجينرز يسبقوا الايفرغرين، يخدموا على شي حاجه اللي كتخدم على طول السنه، يفهموا البروداكت، يفهموا الريسيرشين، يزيدوا يفهموا الدومين، ويعطيو لراسهم المجال للتعلم. ما يبقاوش يفكروا في الربح السريع. اللي كيفكر في الربح السريع كون على يقين باللي اما كانش فاهم الدومين مزيان واكزاكت يقدر انه يدير واحد الغلط اللي غادي يكلفو الحساب ديالو، ويقدر انه يتبانا ويتسسباندا ويتسد ليه. دونك خدم على شي حاجه اللي ايفرغرين عندها الطلب على طول السنه، كذلك كتجيب لك مبيعات اللي مستقرة. واخا تكون غير ان دولار كل شهر راه مزيان، ولكن كتعطي لراسك المجال ديال التعلم، وكتعطي لراسك واحد الخدمة اللي تكون ستابل، وكذلك كتعلم الاساسيات وكتفهم الاساسيات ديال الدومين، وكتمشي مزيان. ملي كدوز واحد البيريود محترمة في الدومين، نقدروا نقولوا على الاقل شهر في الدومين، حطيتي ديزاينات، فهمتي الليستين، قلبتي على المعلومات، فهمتي الريسيرشين، فهمتي التريد مارك، كوبي رايت، فهمتي الاساسيات اللي متعلقين بالدومين، تقدر انك تخدم بهاد السمارت استراتيجي اللي غادي نبارطاجي معاك. السيلرز اللي ادفانسد كيخدموا بهاد الاستراتيجيه انهم كيكومبينيو ما بين الايفنت ترند والايفرغرين. الايفرغرين من اجل لا باز انه كيدخل ليه واحد المدخول قار كل شهر، كيكونوا المبيعات ديالو قارين كل شهر، وكيخدم على لي زيفينمون والترندز اللي سيف اللي ما فيهم حتى شي مشكل، من اجل واحد المدخول سريع والفلوس كتدخل دغيا، وكيكون واحد الزياده في الارباح ديالو الشهريه. دونك تقدر انك تخدم بهاد الاستراتيجي نتاع 80 20، تخدم 20% ايفرغرين و80% ايفنتس اند ترندز، وتقدر انك تلعب على 80 20. تقدر انك تخدم 50% 50%، تقدر انك تخدم 70% 30%. انت والاعتقاد ديالك انت، وكيفاش البروسيسين ديالك والخدمه ديالك، حيت هذه قاعده كنخدموا بها، ولكن راها قابله للتعديل على حسب كل واحد وكل سيلر. الدرس الاخير اللي نقدر نبارطاجيه معاك وديرو حلقه في الاذنين ديالك، انه الترند والايفنت كيساوي سبيد، والايفرغرين كيساوي ستابيليتي. ولكن بدا بالاساسيات، بني الاساس هو الاول، بني الفونديشن ديالك هو الاول، وتوكل على الله وربي يسخر. وإلا بغيتي الفول استراتيجي نيش استراتيجي اللي كنخدموا بها واللي كتجيب الارباح نتاعك، كنبارطاجيو معكم يوميا نيشات اللي عليهم الطلب والمنافسه ديالهم قليله، وكذلك كيفاش دوميني في الايفرغرين، النصائح والاستراتيجيات اللي تقدر تخدم بهم باش انك تكون تسيطر على واحد النيش اللي عليه الطلب بزاف وفيه المنافسه كثيره. ومن الحوايج الضروريه اللي خاصك تكون دايرها في البال، كنبارطاجيو معكم تحذيرات على الترندات اللي فيهم اشكاليات ومشاكل، باش ما تطيحوش في الطمع انكم تشوفوا واحد ترند خرج جديد ولكن فيه الريسك كبير، والريسك كيجي على الحساب ديالكم اللي كيؤدي للاغلاق ديالو. ماشي اي حاجه راها سيف، وماشي اي حاجه راها مزيانه وتقدر تخدم عليها باطمئنان وتقدر تدخل عليها. هادشي كامل مبارطاجينو استراتيجيز
كاينين في الكوميونيتي نتاع السيد ممتاز اللي غادي تلقاو ليا في الديسكريبسيون ولا في الكومونتير الاول. مرحبا بك، وإلا عندك شي اسئله تجاه الكوميونيتي تواصل معايا في انستغرام بي او دي باي بيزار، وغادي نجاوب على الاسئله ديالك كامله. يلا البطل، نشوفك غدا ان شاء الله في فيديو جديد مع معلومه جديده وافاده جديده ان شاء الله اللي غادي تسهل عليك البي او دي جورني ديالك.